السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. النهاردة هنتكلم عن حساب توفير معمول جديد في أحد البنوك بأكبر سعر فايدة في مصر كحساب توفير. وقبل الناس طبعا اللي هيدخلوا يقولوا لي ربا، وناس هيردوا عليهم ويقول لهم مش ربا، سواء ده أو ده، أنا كده كده عامل حلقة موجودة على الصفحة، هتلاقوا عنوانها حلقة قديمة، يعني هتلاقوا عنوانها الحلال والحرام في معاملات البنوك. جايب فيها، مش متكلم فيها، يعني أنا قايل فيها آراء ماليش علاقة، أنا الشيخ قايل فيها آراء أو فتاوى من كل الدنيا، يعني من دار الإفتاء ومن الأزهر ومن شيخ الأزهر ومن الشيخ الشعراوي الله يرحمه، من شيوخ كتير جدا، اللي بيحرم واللي بيحلل واللي بيقول بشروط. في الاول وفي الاخر انت لك مطلق الحريه. انا بطلع اقول لك على منتج معين عامله بنك كذا او بنك كذا، انت تعمل بيه ما تعملش بيه. انا لا هقول لك حرام ولا حلال. حتى الناس اللي بيبعتوا لي على الخاص ويقولوا لي طيب حرام ولا حلال، اقول له يسال في ذلك دار الافتاء، ماليش علاقه، ما بتكلمش في الحرام والحلال، انا بتكلم في الاقتصاد. حرام وحلال زي ما قلت لكم، الفيديو موجود على الصفحه، ارجعوا له وكل واحد يستفتي قلبه. طيب، البنك اللي عمل حساب التوفير هو بنك العربي الافريقي، وعامل حساب توفير بفايدة سنوية 20%. هتقولي طب ما احنا عندنا 22.5% و25%. هقول لك الفرق دلوقتي. حساب حساب التوفير بتاع البنك العربي الافريقي ده بيبدأ من 18%. هقول لك شروطه الاول. بتفتح الحساب، مصاريف فتح الحساب 50 جنيه. حد الادنى في الحساب يكون فيه 5000 جنيه، بس دول مش بتاخد عليهم فايدة. عشان تبدأ تاخد الفايدة، عشان يبدأ يحسب لك الفايدة، لازم يكون حسابك فيه 50,000 جنيه فيما فوق. هتقولي طب ايه ال 5000؟ هقول لك ال 5000 دي بتفتح بيها الحساب. تحت ال 50,000، من 5000 لحد 49,949 جنيه ما بتاخدش عليهم فوائد. بس ال 5000 دي حد ادنى، عشان ما يفرضش عليك حاجه اسمها غرامه الحد الادنى، اللي هي بيخصموا منك 60 جنيه كل شهر لو فلوسك اقل من 5000 جنيه، لكن ما بتاخدش عليهم فايده زي ما قلنا. طيب لو 5000 جنيه فيما اكتر، خلاص ما بتاخدش عليهم، ما بياخدوش غرامه حد ادنى ولا حاجه. طيب سعر الفايده بيتحسب زي ما قلنا، بيتحسب لو حسابك فيه 50,000 جنيه او اكتر من كده. بتاخد فايده قد ايه؟ بتاخد 18% لو هتاخد العائد كل شهر، و18.66% لو هتاخد العائد كل 3 شهور، و19.9% لو هتاخد العائد كل 6 شهور، و20% لو هتاخد العائد كل سنة، نهاية السنة يعني. زي ما قلنا، هتقول طب ما هو في 22.5% وكل شهر، او 25% اخر السنة. طب ما دي احسن. هقول لك انت وظروفك يعني ايه؟ يعني في ناس ما بتحبش تربط فلوسها لمده معينه. الشهادات اللي معموله لمده سنه، والشهادات عموما بيبقى ليها مده، سنه، 3 سنين، 5 سنين كده يعني. فلو رحت عملت شهاده وجيت تكسرها بعد كده، كلكم عارفين طبعا بتخسر 70% من الفايده اللي انت خدتها. يعني لو انت عامل شهاده ب 100,000 جنيه لمده سنه، وجيت بعد 6 شهور او 7 شهور كسرت الشهاده دي، فبيجي البنك يقول لك طب انت خدت في ال6 شهور او 7 شهور دول فايده مثلا يعني 10,000 جنيه او 20,000 جنيه، نخصم منهم من اللي انت خدتهم 70%، يبقى انت هنخصم من فلوسك دي 14,000 جنيه من الفوائد اللي انت خدتها. لان الشهاده مرتبطه بوقت معين، مده محدده. حساب التوفير الميزه اللي فيه انه مش مرتبط بوقت معين، يعني مش هتخسر حاجه لو حبيت تكسرها في اي وقت. مش هتخسر اي حاجه من اللي انت خدته، من الربح اللي انت خدته. هو بيجي اخر كل شهر البنك بيحسب لك الفلوس اللي موجوده في نهايه الشهر. الشهر ده من يوم 1 في الشهر لحد يوم 31 كان فيه 10,000 جنيه، كان فيه مثلا 50,000 جنيه او 100,000 جنيه انت ما سحبتهمش وما حركتهمش خالص. بيحسب لك الفلوس على الفايده على المبلغ ده. طب خليك سحبت في النص، بيحسب لك على المبلغ الباقي، اقل مبلغ في الشهر موجود في حسابك انت ما سحبتوش. وبالتالي لو انت عملت دلوقتي حساب التوفير ده، رحت فتحته وحطيت فيه مثلا 100,000 جنيه،
وعايز الشهاده او عايز الربح كل شهر، يبقى هتاخد كل شهر 18% في السنه، تقسمهم على الشهر هتشوف بقى هتاخد تقريبا 1500 في نهايه الشهر كل شهر. قعدت شهر شهرين ثلاثة وحابب عندك مصلحة، عايز تشتري شقة، عايز تشتري ذهب، عايز تعمل أي حاجة، هتروح تسحب فلوسك عادي جدا، مش هيخصموا بقى حاجة من الفوائد اللي أنت خدتها. هي دي الميزة في حساب التوفير، إنها مش مرتبطة بمدة معينة. دي الفرق بينها وبين شهادات الادخار. في ناس كتير ما بتحبش تربط شهاداتها أو فلوسها بمدة معينة، وكنا بنقول لهم البديل ليكوا إيه؟ أذون الخزانة. حتى انا كنت بقول لكم دايما، بقول لك عشان ما تربطش فلوسك، لان في شهادات بفايده اعلى، ده قبل كده كنت بقول لكم كده، ما تربطش فلوسك، اشتري سندات خزانه لمده 3 شهور. دلوقتي في بديل تاني غير شهادات الخزانه اهو، واميز من شهادات الخزانه في ايه؟ ان شهادات الخزانه من اذون الخزانه في ايه؟ اميز من اذون الخزانه ان اذون الخزانه عليها ضريبه 20% من الربح اللي انت بتاخده، لكن حساب التوفير ما عليهوش ضرايب خالص. كل الحكايه زي ما قلنا كده، بتعمل حساب التوفير بياخد منك كل شهر 15 جنيه بيخصمهم من الحساب، دي رسوم حساب، وبيخصم كل 3 شهور 30 جنيه. وبس هي دي القصه كلها. اللي حابب يربط فلوسه مش فارقه بالنسبه له يربطها سنه، خلاص الشهادات عنده موجوده ب 22.5% و25%. اللي مش عايز يربط فلوسه، حساب التوفير افضل من اذون الخزانه زي ما قلت لك، معلوش ضريبه. 1 2 عايز تسحبه برضه، لا هو زي اذون الخزانه، عايز تبيعه في اي وقت اذن الخزانه هتبيعه. هنا برضه حساب التوفير عايز تسحبه في اي وقت هتسحبه، بس زي ما قلت لك ده معلهوش ضرايب زي اذون الخزانه. لك مطلق الحريه، هو ده كده اعلى عائد على حساب التوفير في مصر. مش بعمل لهم دعايه خالص، انا بقول لكم بس يعني ايه، بفتح لك سكك يبقى قدامك اكتر من بديل. في النهايه يعني ربنا يكتب لكم الخير جميعا. وتقبلوا تحياتي، سمير طنطاوي. السلام عليكم ورحمة الله.